لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم عندنا مهرجان ثقافي تراثي. احنا اليوم الحمد لله فرحانين، والآن احنا هو تراث لأهل قلب دارفور. ده عندنا طماطم بلدي، ده طماطم بلدي ما عنده أي سماد، يزرعوه بيقرضوه كده يخلوه جلد 3 شهور. وأيضا ده جوافة بلدي حتى هنا. وعندنا قدامنا هنا المهريب، وعندنا الضرابة، وعندنا الحمد لله برضه اللالوب والمدمس والكركديه واللوبة والصبغ العربي واللوح والدوايا و انا لقيته هنا الابريق. وعندنا ايضا القدح. والحمد لله ده مهرجان تراث، ده جميل جدا. والتراث هو اللي يجمع الناس وايضا يعني احنا كناس في دارفور، احنا نسيجنا الاجتماعي كلنا تراثاتنا متشابهه. نعم، بس الان يعني حتى الالعاب ذاته متشابهه، ده بيلعب لعب ده وده بيلعب لعب ده. هكذا احنا كنا في ولايه غرب دارفور بنلعب لعب حوسه، نلعب لعب عرب، ونلعب لعب بتاعت مسالين، ونلعب لعب برجو. واحنا كمراريد برضه ايضا يعني هو عندنا 3 4 انواع بتاعت العاب، وكلنا يعني احنا يعني مواصلين بعض. واحنا كادارات اهليه برضه الحمد لله نسيجنا الاجتماعي في امان الله، والحمد لله يا احد يا اهلي. كل الناس السودان ده واسع يا اخوانا، بيشيلنا احنا والله محتاجين الناس يا اخوانا يكونوا ناس سلام، والسلام اسم من اسماء الله، فيجب علينا نكون ناس سلام. ارضنا طيب مويه مترين، احنا نعرف في شنو يا اخوانا. وارض ده لو جينا تاني برضه لو جونا اضعاف 10 مرات برضه بيشيلنا. احنا الحمد لله بصينا، ودي فرصه سعيده اليوم برضه ايضا يا هو مع قائد بتاعنا الوالي بتاعنا الجنرال خميس. اليوم شرفنا احنا يعني ده في معرض الثقافي في هذا اليوم ان شاء الله. وجزاكم الله خير. اخي الاستاذ المؤتمر السابق علي احمداي هو الان يعني في يميني، وان شاء الله. طيب